نحن اليوم بمركز التجارة العالمي بدمشق. مركز التجارة ما كان بأمريكا ولا بأوروبا. هذا هو مركز التجارة العالمي يلي كان موجود بدمشق. نحن بخان أسعد باشا العظم. تحت هي القبة تجمع العديد من التجار سابقا من الهند، من الصين، من اسطنبول، من البصرة، ومن جميع الدول العربية الأخرى. كلهم كانوا يجوا على خان أسعد باشا العظم بدمشق، وهو يعد من أكبر الخانات الموجودة داخل دمشق. لاحظوا جمالية المكان. هذا المكان بيحتوي على 100 غرفة كانت مخصصة للتجار، إضافة إلى وجود الإسطبلات للخيول والدواب اللي كانوا يتنقلوا عليها التجار سابقا. اللي بيخلي هذا المكان مميز مو بس الحجارة الموجودة فيه، بل إنه بيحكي قصة إنه دمشق هي كانت مركز التجارة العالمي بالعالم، مركز للحضارة ومركز للتطور ومركز للاقتصاد. لاحظوا وجود القبب يلي عم بتدخل ضوء الشمس بشكل طبيعي، ولاحظوا وجود الحجر الأبلق يلي هو المزخرف باللون الأبيض والأسود. هذا الخان انبنى سنة 1751 ميلادي على ايد والي دمشق أسعد باشا. هلا هدول الغرف اللي شايفينهم هون موجودين يلي على الجوانب، هدول الغرف كانت متخصصة بكل نوع من انواع المبيع. وين قاعدين تجار الذهب بيقولوا له بالغرفة الفلانية، يلي بده يعرف وين قاعدين تجار الحنطة بالغرفة الفلانية، وهكذا.